فذكر إنما أنت مذكر. تجلس أسماء بنت عميس مع حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ هي أخت من؟ أبوها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزوجها علي رضي الله عنه، وابنها الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأخواتها زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. تخبرها أسماء عن رحلة لها إلى الحبشة، فتقول لها: رأيت كذا وشاهدت كذا وذهبت مكان كذا، وهو من الحديث المباح الذي يدور بين النسوة. وهي تخبرها تهيم فاطمة رضي الله عنها في أمر، فترى أسماء أن فاطمة لا تعي ولا تسمع لما تقول لها، فتقول لها: ما لك لا تعين لما أقول لك؟ فتقول فاطمة: لقد همت في أمر. ما الذي هامت به فاطمة؟ وأسماء تقص لها حكاية وتروي لها رواية وتنقل لها غاية وآية. تقول: لقد همت أني إذا مت في النهار أخرج والرجال ينظرون إلي. أي رجال ينظرون إليها وقد كفنت في 5 أثواب؟ أي رجال ينظرون إليها وجلهم من الصحابة؟ أي رجال ينظرون إليها وهل الموقف وهم يتنزهون في حديقة على شاطئ بحر في منتزه في الشارع؟ إنه موقف حزن وموقف تشييع جنازة. أخاف أن ينظر إلي الرجال في ضوء النهار. يا سوءتاه ويا خزئي أن ينظر إلي الرجال. أي قلب مع فاطمة، أي فؤاد سكن ضلوعها، وأي مشاعر حلت في صدرها. أختها تخبرها عن رحلة لها إلى الحبشة وهي تذكر الموت وتخاف أن ينظر الرجال إليها إذا ما ماتت وكفنت. فما بال الأحياء لا يستحون، وما بال الأحياء لا يتكففون، وفاطمة تستحي أن تخرج وهي مكفنة فينظر إليها الرجال. فتقول لها أسماء: رأيتهم في الحبشة أن المرأة إذا ماتت جعلوا على أركان نعشها عمد فيرتفع الغطاء فلا ينظر أحد ما بداخله، فتحضنها وتقبلها وتقول لها: اللهم استرها كما سترتني، اللهم استرها كما سترتني، اللهم استرها كما سترتني. هل كانت فاطمة رضي الله عنها معقدة؟ لو كانت فاطمة معقدة فيا حلا ويا هلا بالمعقدات. تلك المعقدة التي يقال عنها أنها معقدة إذا حافظت على حيائها وطهرها وعفتها ونزاهتها وحجابها. جاءت رسالة من الله جل وعلا إلى جبريل عليه السلام إلى أذن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها سيدة نساء الجنة. المعقدة سيدة نساء الجنة. فماذا كانت المتحررة؟ فانظري أيتها الغالية تحت أي لواء ستكوني، مع لواء سيدة نساء الجنة أم مع لواء المتحررة؟